وتقيم مع الأهل، آنسة ولم يسبق لها الزواج من قبل. وزي ما احنا قلنا في بداية العرض، هي من عائلة محترمة جدا، ناس ملتزمين جدا وعارفين ربنا. والدها تاجر معروف جدا، والدتها سيدة منزل لا تعمل، لديها أخوات أصغر منها في السن، وهي الكبيرة بتاعة الأب والأم، وبيرغبوا زي ما احنا قلنا في شخص يتقي ربنا في بنتهم ويصونها، ويكون أيضا من عائلة محترمة وناس محترمين وملتزمين زيهم وعارفين ربنا. السن 29 سنة، مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة القاهرة. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو تشجيعا منكم لنا، علشان نقدر نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، ونقدر نساعد كل الجادين الراغبين في إيجاد الزوجة المناسبة أو الزوج المناسب. بحب أفكر حضرتك أو حضرتك لو بتشوفوني لأول مرة ومهتمين بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يصلكم كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به. يكون رجل محترم وعلى خلق، أعزب ولم يسبق له الزواج من قبل، قريب جدا منها في السن، في أوائل الثلاثينات أو في منتصف الثلاثينات، مش أكبر من كده أو أصغر من كده. ويكون لديه دخل ثابت أو عمل ثابت أو موظف، ويكون مؤهل عالي مثلها، ولديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله، ولا تشترط مكان الإقامة نهائيا. أهم شيء بالنسبة لهم زي ما احنا قلنا إن هو يكون شخص محترم ومصلي وملتزم وعارف ربنا ويتقي ربنا في بنتهم، يكون في نفس الوقت قادر إن هو يفتح بيت وقادر إن هو يصرف على بيت، دي من أهم شروطهم. وزي ما احنا قلنا مكان الإقامة هم مش مشترطينها، فربنا بإذن الله يرزقها بالشخص المناسب ليها اللي يتقي ربنا فيها ويصونها. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة، ياريت يتواصل معنا ببياناته الشخصية كاملة لعرضها على ولي أمرها، وربنا يقدم ما فيه الخير للجميع بإذن الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروضنا لسه مخلصتش، فتابعونا باستمرار. ومع زواج أونلاين هتلاقي الأحسن والأفضل ليك معانا بإذن الله. في النهاية بأكد لحضراتكم على شكر